الدفاعي. هي لها كوارث برضه. او لعيبه الاهلي شفناها مع موسيماني، ما بتعرفش تعملها قوي. هما فاهمني؟ بص اما فكره بيظبطوها. الليبرو في الاهلي مش موجوده. بس اما بتتظبط بتبقى يعني مثلا، انا في الماتش فاكرها قوي. كان اول ماتش للموسيماني في الموسم الجديد مع الاهلي قدام الاسماعيلي 4-0. ده اسماعيل ابو حميد. ايا كان احنا لعبنا بقى كذا ماتش لو تفتكر. كان ادائنا كان انت كنت بتلعب بتكسب اداء ونتيجه. مش في كل الاوقات، لا. ما مش في كله، بس معظم الماتشات كنت مأدي اداء حلو بيه على فكره. يا عم انا وبرضه بقول لك اهو، عشان ما تغيرش شرايطك يا عم النحاس. العب بيه وينج، والله تستفيد منه جامد ولعرضياته يعني. ماشي. ما علينا. خط النص. انا نفسي يبقى مروان عطيه. هو مش نفسك يبقى، هو هيبقى مروان عطية. واللي جنبه طبعا ما نفسيش خالص يبقى السولية، بس اظن هيلعبه. اه. وهيبقى امام عاشور. ده 100% لازم يلعب ده. ماشي. قدام هيبقى طاهر وبن شرقي وأسامة ابو علي. طاهر وبن شرقي وأسامة أبو علي. بس انا نفسي يلعب، بس برضه بص بصراحه اما نزل الواد احمد رضا الماتش اللي فات، لا اداؤه طين بصراحه. يعني اه. احنا دلوقتي ما معلش، حتى لو ما لعبش السولية، انا نفسي اصلا ما يلعبش. بس مفيش غير، هو الحل الوحيد لاعب قفش. اه. يعني لو هتلاعب بقى كده العب بقفش، يبقى امام ينزل، يبقى امام هو اللي 8 وقفش هو اللي يلعب 10. انا مش فاهم ليه ما بنلعبش. متهيألي إمام من ساعة ما جه الأهلي ما لعبش 8 خالص. مش فاهم ليه يا اسطى، رغم يعني احسن اداء ليه كان مأديه مع الزمالك وبره مع ميتلاند. كان رقم 8. كان في مركز 8، اه. احنا جايبينه حاطينه هو انت هتلعب 10. طب ما انت تخيل مثلا لو امام وقفشه الاتنين في الملعب مع بعض. مين يلعب 10 ومين يلعب 8؟ امام طبعا يلعب 8 وقفشه يلعب 10. اعكسها بقى. عكسها ايه؟ العكس هو اللي هيحصل. ده بكره ولا امتى؟ لا، لو الاتنين بقوا مع بعض في الملعب. ليه بقى؟ هو كده. بس انا او بقول لك، او هتلاقي امام بقى وينج. اصل عارف في حته اللي هو ايه، امام عنده حته في حته كده زي غل كروي، فاهم؟ ايوه. مش ده بيجز على اسنانه اللي هو اقوى من قفشه كدفاع. اه. فاصل انت مش هينفع تلعب بواحد بس في نص الملعب هو اللي بيدافع، فاهم؟ ايوه. فانت بقى تبقى مخلي واحد ورا اللي هو زي امام يبقى ساند ويجي بوشه يلعبك من تحت بتاع. وقفشه واقف قدام يا باشا معلم، يمشي اللعب، يهدي الريتم، يتحكم في رتم الماتش. والله انا مش عارف ليه، انا حاسس ان ماتش بكره ماتش سهل اوي يعني. وخلي بالك هو صعوبته في سهولته دي. الله ينور عليك، كنت لسه هقول. اه، لان هو لا سهل. وكمان لو تفتكر قبل ماتش البنك، كنا حرفيا احنا كنا داخلين، وانا كنت من الناس دي. يعني كنا داخلين الماتش عارف اكننا هنلاعب برشلونة في الماتش ده. اه. كان كله مدي، لان كله كان عارف ان البنك فرقة حلوة. فعلا. دلوقتي بقى تحس اصلا الناس اللي هو ايه، حتى يعني كل الانطباع اللي عند كل الناس دلوقتي احنا خدنا الدوري. وده لا. غلط. لسه بدري. بالظبط، بقول لك ده غلط يا معلم. تخش بكره لا قدر الله دخل فيك جون في بدايه الماتش تتوتر، الدنيا اتقلبت. بيراميدز جاب جون هناك، انت شفت ماتش البنك كنا عاملين ازاي، ودي بقى ماتش البنك كان لسه فاضل ماتش بعده نعوض. فتخيل بقى دي مفيش تعويض، يعني انت خسرت بالسلامه. فده اللي انا قلقان منه اصلا. يا باشا صلي على النبي صلي. ايه؟ صلي على النبي صلي. عليه الصلاه والسلام. الاهلي هيكسب بكره وهياخد الدوري بكره. الله اعلم، بس الله اعلم الدنيا. طبعا، بس يعني الاهلي قدها وقدود. ما انا عارف، بس دايما لو تلاحظ بالذات الجيل ده. بيراميدز هيخسر يعني. لا لا. اسمع مني. هشوف التشكيلة بكرة أقول لك، لأن أنا طب سمعت كان بيقول لك. بيراميدز لو خسرت والاهلي خسر. خلاص يعني خد الدوري. اه، يعني بيراميدز خسرت في جميع الاحوال، خلاص الاهلي خد الدوري صح. هو خسر أو تعادلوا أنت خدت الدوري. حتى لو انت خسرت. أيوة، ما لو تعادلوا
هيبقى وانت تعادلت هيبقى الفرق زي ما هو نقطتين، حتى لو انت خسرت هيبقى الفرق بينك وبينهم نقطة. لا مش نقطة. نقطة، انت الفرق دلوقتي نقطتين، حلو. اه هما تعادلوا هياخدوا نقطة وانت خسرت مش هتاخد حاجة، فيبقى هما قربوا لك نقطة. لا، هيبقى متساويين في النقط. يا ابني ازاي؟ ما انت تعادلت يا انت خسرت، انا بقول لك انت خسرت وهم تعادلوا. انت خسرت، انت بقى كده خسرت نقطتين يا ابو حميد، 3 نقط. طيب ماشي، انت دلوقتي بص يا اسطى، الاهلي دلوقتي عنده 55 نقطة، حلو. اه خسرنا فاحنا معانا ال 55. اه بيراميدز معاه 53، بيراميدز اتعادل يبقى كام؟ 54. بس يبقى فرق نقطة لينا. ايوه. ولو هما كسبوا وانت خسرت؟ لا لو هم كسبوا انت خسرت خلاص خدوا الدوري، يبقى هم طب لو 56. تعادلوا وانت خسرت؟ لو تعادلوا وانت خسرت انت تاخد الدوري. لا انت تاخد الدوري. هم فرق بص اهداف. كده. ايه؟ تاخد الدوري فرق اهداف. لا فرق نقطة برضه، انا لسه هحسبها لك. قول يا ابني ما هم 53 نقطة، اتعادلوا هيبقى يا 54. احمد، هما لو كسبوا؟ لا لو كسبوا خلاص وانت خسرت خلاص. لو تعادلوا؟ لو اتعادلوا وانت برضه خسرت. معتمد على ايه؟ خسرت. لو اتعادلوا انت تاخد الدوري وانت خسرت تاخد الدوري برضه. اه هي بص، لو الاهلي لازم يخسر وهم يكسبوا عشان هم ياخدوا الدوري، دي الحالة الواحدة اللي هم ياخدوا الدوري فيها. لكن لو مثلا انت تتعادل لازم يكسبوا سيراميكا حوالي 6-0. ان شاء الله الدوري بكره اهلاوي ان شاء الله باذن الله. هتبقى بس بجد بقى حوار اللي هم يحتفلوا فعلا في الملعب دي ولا ايه؟ اه دي رسمية يعني؟ رسميا مش عارف مين اللي قالها كده منهم، ممدوح عيد تقريبا، حد من يعني شفتها على الفيس، حد منهم قال. ده شوشرة دي. حلو ده، حلو. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، بيراميدز كانت داخله على نهائي افريقيا اللي هو الذهاب، خسر من طوب الارض، اه اتلطش 13 جامده يعني.